بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، لا تنسونا بالاشتراك واللايكات. معلومات عامة او ما اعتقد انا هو هذه المعلومة يعني. مثلا تروح لمصلح تبريد تقول له سيارتي معوزة هواء، معوزة غاز او تبريدها ضعيف شوي، ايش راح يقول لك؟ يقول لك ها معوزة والله نص كيلو. يدير لك نص كيلو، سواء هذا الغاز او اي نوعية او فرنسي او غاز اصلي مو امريكي اوروبي، افضل نوعية غاز راح يدير لك تقريبا يعني ما يعادل 25-35 ألف دينار. هنا لازم تسأل نفسك سؤال، مع احتراماتي لهم كلهم، هو ليش طلع الغاز؟ منظومة التبريد بالسيارة مثل منظومة البريك بالسيارة، يعني انه يوم انت فقس عندك البريك او طق بيه واشر، او احنا نسميه مصطلحنا عام يسرح الواشر، مو يسرح بالغنم، لا يسرح يعني تدوس بريك وتروح رجلك جواك وتروح. هذا شنو معناه؟ واشر بالعنبار، يسرح البريك. يوم انت عندك البريك او فاقس بريك، هيك فجاه دست بريك فقس، رحت للحي صناعي، بريكك ما بيشي، ديسكاتك عاليه، الدهن ماكس اعلى قيمه، ماكسيمم، العفو ماكس ماكسيمم، فرحت له قال لك ايه روح جيب لي قوطيه دهن بريك ابيض او ازرق حسب انت تستخدمه، قوطيه ب 2000 دينار، دارها الك، بس دارها، قال لك شغل واطلع. انت راح تضحك عليه، انت نفسيتك تضحك عليه، تقول له عمي السياره ما بيها بريك، تحكي. نفس الفكرة طبقها على التبريد. التبريد هو عبارة عن واشرات، أنابيب واشرات، ومستحيل يطلع الغاز إذا ماكو ليك، مستحيل. لا يتبخر، ممكن يضعف الغاز، يعني يفقد، إنه باعتباره غاز صيني مثلا يفقد المكونات اللي بداخله، اللي هي الكلور والفلور والإيتان، مو ميثان، إيتان، مو حيتان، إيتان، مو ما تحشيشي، إيتان. فمثل هذه مكونات الغاز او هذه الغازات اللي بداخله، اللي ثلاثه واحد يجوز تبريد. يعني انا راح اوصلكم فكره انه انا اللي فهمت عنها على هذه المواد. يعني لنفرض انه مثلا هو متكون من ثلاث غازات، غاز اللي هو غاز التبريد، وعندك هذا ذرتين هيدروجين، لنفرض هو غاز تبريد، واكو غازين مساعدات، واحد يحاول يحافظ على غاز التبريد، وواحد يزيد من ضغط غاز التبريد. نفرض دائما هو غاز التبريد اللي يطلع. يعني حتى من تكون سيارتك ما بيها تبريد وتروح لجماعة التبريد وتنفس الهواء اللي بالسيارة، راح يطلع عندك هواي تنفيس او هواي هواء اكو بالسيارة، فراح تسأله قال لك يا ضحك عليك، هذا داير لك بس هواء. وصحيحة هاي، ممكن اكثرتكم انتم ملاحظين هاي الحالة. زين يا حبيب، انت اللي قبلك دار لي هواء، انت ايش راح تدير لي يعني؟ ايش راح تدير؟ هم راح تدير مثل هذا البطل او افضل نوعيه، وورا فتره راح يطلع الغاز. فدائما ماده التبريد، الماده اللي هي السائله او الغاز اللي راح يتكون الى غاز تبريد وراح يبرد لك السياره، دائما هو هذا اول ما يطلع من يكون ليك عندك بالسياره. فاخاف طلع شوي على الموضوع، نرجع. فانت على سالفه البريك، فانت راح تضحك عليه، تقول له عم تضحك عليه، تضحك على نفسك. نفس العمليه بالتبريد، من تروح لي وتقول لك راح يدي لك نص كيلو او ربع كيلو او كيلو او قليل، نفس الحالة ترى. صح راح يشتغل عندك تبريد، راح تبرد السيارة، بس قد يومين ثلاثة أربعة أسبوع شهر وراح ترجع نفس الحالة، وراح تزيد هاي الحالة. فالمفروض هاي تنتبهوا للحالة. يعني إذا قل عندك الغاز بالسيارة لازم عندك ليك، لازم يعني ما بي مجال، فابحث عن هذا الليك وصلحه. مرات أكو ليك لا، وين يجي؟ بالفريز مال السيارة، وين الفريز؟ بالدشبول، فهذا صعب تفتحه. والغاز جاي يمشيك شهر تقريبا أو 20 يوم، يعني جاي يمشيك تبريد زين. هنا حسب انت عندك امكانيه تفتح وتشوف المقابل المصلح جيد، اي افتح فريز وارتاح. بتشوف لا والله انه اعتقد انه هذا ما راح يلبي لي الشيء اللي اريده وما راح يوصل الى نتيجه، لا انا صراحه اقول الظل تبقى هو 6 اشهر، تحمله شلون ما كان بالعراق، 6 اشهر 7 اشهر هو الصيف، تحمله شلون ما كان. يعني حتى لو تشتري هذه المواد تتعرف عليه، هو هذا كل شهر ارجع له تعرف عليه، صير يا اخي صديقه ابو التبريد، هو يشتغل لك بعد. اشتري لك بطل فرنسي، لا اشتري هذا، اشتري الفرنسي، اشتري اي نوعيه، اشتري هذا الدبه الثانيه الزرقاء اللي تجي 4 كيلو 5 كيلو، تجي ارخص وتوفر لك هواي، اشتريها وظل دير غاز. انتم بكيفكم بعد، هي هاي مجرد نصائح، مجرد معلومات. طبعا احب التعليقات، مو لزياده التعليقات على مود يشتري مقطع الفيديو، لا، سواء ايجابيه او سلبيه. الايجابيه منها راح تنطيني حافز انه استمر، والسلبيه راح اشوف شنو الاخطاء اللي عندي، شنو المعلومه يمكن ما وصلتها، يمكن يدخلون علي جماعه هسه جماعه التبريد يعني يعرفون ويشتغلون، يقولون لا يابا هذا كلامك خطا، ممكن انا ناقل معلومه خطا يعني.
فأحب تعليقاتكم وأحاول قدر ممكن أجاوب عليها بالمعلومات البسيطة اللي عندي. شاكر لكم، ويا رب يوفقكم جميعا. مع السلامة.